اجمل فانوس معدن ممكن تعملوه من الكرتون لشهر رمضان. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة بدأت احدد الباترون على اي ورق بالمقاسات اللي هقولكوا عليها، وهي عرض المستطيل 14 سنتي بارتفاع 20 سنتي، وجبت البرجل وعملت نص دايرة من فوق بالطريقة دي، وفرغت الكرتون بنفس المقاسات وابتديت اثبت الجزئين في بعض عشان الكرتون يبقى متين اكتر. جبت كمان ستيكر الجولد ده بيتباع في المكتبات، قصيت على نفس الشكل بس اكبر من كل الاتجاهات 1 سنتي. ابتديت اثبت الستيكر بالطريقه دي كده علشان يبقى معايا مظبوط، واشيل كل الزوايد اللي من على الجناب بالطريقه اللي واضحه دي. وكمان قصيت مستطيلات عشوائيه من كيرف الفانوس من فوق علشان اعرف اتني الزوايد على الكرتون. الخطوه دي جميله جدا لان هي بتدي فينش كويس جدا للفانوس، وبتداري حروف الكرتون بالطريقه اللي واضحه دي. كمان لو معاكم الكرتون اسمك تقدروا تقصوا الستيكر باكبر ب2 أو 3 سنتي علشان تقدروا تداروا الحروف. عشان اداري الوش التاني من الكرتون قصيت ستيكر بنفس المقاس ولزقته عليه. الخطوه اللي بعد كده جبت شريط من الكرتون بعرضه 10 سنتي، وابتديت اتنيه بالطريقه دي كده علشان يديني الكيرف اللي انا محتاجاه في الفانوس. ولو الكرتون معاكم قصير زي كده بدأت اطلع الكرتون بالطريقه دي واشيل الجزء السميك اللي في الكرتون واسيب الورقه علشان هوصله بكرتونة تانية علشان يديني المقاس اللي انا محتاجاه. الخطوة دي بتدي فينش حلو، بتمنع الكلكعة اللي بتحصل في الكرتون والشمع. بعد ما وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه جبت ستيكر جولد من مقاس اكبر 1 سنتي من كل الاتجاهات، وابتديت اثبته على شريط الكرتون بالطريقة الواضحة دي بنفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. ما تنسوش لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة. بعد ما غلفت ظهر الكرتون قصيت بنفس المقاس ستيكر تاني علشان اغلف وش الكرتون عشان يبقى متغلف من الوش ومن الظهر. بعد ما خلصت كل الخطوات دي هجيب كل الاجزاء اللي احنا عملناها علشان نبتدي نثبتها في بعض. جبت وش الفانوس الاولاني وحطيت عليه شمع من الاطراف بالطريقه دي، وابتديت اثبت الجناب زي ما واضح كده. الخطوه دي هتتعمل معانا بكل سهوله بسبب تانية شريط الكرتون اللي احنا عملناها، هتسهل علينا التثبيت اكتر في الفانوس زي ما واضح معانا كده. عايزه اقول لكم لو مش متوفر ستيكر الجولد تقدروا تستبدلوه باي ورق تغليف لونه جولد، هيدي معانا نفس النتيجه. بعد ما ثبت كل جناب الفانوس اخدت مقاس القاعدة على الكرتون وغلفتها باللون الجولد بنفس الطريقة، وابتديت اثبتها بالشمع زي ما واضح كده. بعد ما ثبت القاعدة كويس واتظبطت معايا من كل الاتجاهات بالطريقة دي هنعمل خطوة كمان، وهي هنثبت وحدة الإضاءة. جبت الشمعة الإلكترونية دي وابتديت اخد المقاس بتاعها وجبت القطر وابتديت افرغه. الخطوة دي ممكن تعملوها قبل التغليف بس انا عملتها بعد التغليف لو انتوا حابين تعملوها زي. بدأت اثبت الشمعة الإلكترونية بالشمع او اي لاصق عندنا علشان تبقى ثابتة معايا. جه دور وش الفانوس، جبت كرتونة بمقاس اكبر شوية وابتديت اخد مقاسها بعد ما حطيت جناب الفانوس بالطريقة دي علشان ابتدي اقصها زي ما واضح كده. جبت كمان باترون عليه كده نقشات اسلامية، هتلاقوا الباترون ده في الديسكريبشن او في المنتدى. جبت القلم الرصاص وابتديت اشخبط على ظهر الورقة كده علشان يبقى سهل عليا اطبع الرسمة على الكرتون بكل سهولة بالقلم الرصاص، وابتديت امشي على الرسمة كده زي ما واضح. الخطوة دي عملناها بعد ما خلصنا الجزء الكبير من الفانوس علشان ناخد المقاسات الجديدة بعد ما حطينا الجناب علشان تبقى المقاسات مظبوطة معانا. انا هنا بدأت افرغ الرسمة الاسلامية اللي انا عملتها بالقطر بالطريقة دي علشان اقدر اغلف. ممكن كمان تستبدلوا الرسمة اللي انا عملتها دي باي اسم انتوا عايزين تعملوه على الكرتون، تبتدوا تفرغوه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. وده كده شكل وش الفانوس بعد ما فرغته. كمان غلفته من جهة واحدة بس، وابتديت احط شمع على الظهر بالطريقة دي واثبت عليه ورق ستنسل عشان يغطي الظهر. ولو مش متوفر ورق ستنسل تقدروا تستبدلوه باي ورق سلوفان عندكم، هيدي نفس النتيجة ونفس الافكت. جبت الفانوس اللي احنا عملناه في الاول وحطيت شمع على الحروف بالطريقة دي، وابتديت اثبت وش الفانوس اللي احنا عملناه. وانا بثبت وش الفانوس اكون مظبطة كل الاتجاهات بحيث ان هو يتركب ويكون متساوي ومظبوط من كل الجوانب. وده بقى كده شكله بعد ما ثبته كويس وظبطته من كل الاتجاهات. بنقيده نطفي وحدة الإضاءة بكل سهولة. جبت بقى شريط من الكرتون بأي عرض تحبوه، ابتديت ألفه رول كده بالطريقة دي وأثبته بالشمع علشان الجزء ده اللي هحطه في رأس الفانوس علشان أثبت فيه الجزء اللي هنشيل منه الفانوس. وبعد ما وصلت للمقاس اللي أنا محتاجاه جبت ستيكر الجولد وابتديت أغلفه بيه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في أي خطوة قبل كده. بعد ما خلصت التغليف جبت الجزء ده بيبقى موجود في اي برطمانات بلاستيك بتاعه المعلبات وغلفته بنفس الطريقه. جبت القطر وعملت ثقبين معاكسين في نفس الاتجاه علشان ابتدي اثبت عليه الجزء البلاستيك زي ما واضح كده بالشمع. ممكن تستبدلوا الجزء البلاستيك ده باي كرتون عندكم او اي سلك حديد محتاجين تغلفوه تثبتوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها. وكده عملت الايد بتاعة الفانوس بالطريقة دي. هحط شمع على قاعدة الايد
بالطريقة دي علشان ابتدي اثبتها على الفانوس من فوق. ابتديت اثبتها في النص زي ما واضح كده علشان تبقى مظبوطة معايا. وكده تقريبا شكل الفانوس خلص معايا، بقى شبه الجاهز بالظبط، محدش يقدر يعرف ان هو كرتون، وكمان بينور، يعني مفيش اجمل من كده. انا بس حبيت ازود تفصيلة كمان، وهي جبت شريط اللولي النص اللولاية ده وابتديت اثبته على وش الحرف من فوق كده بالطريقة الواضحة دي بالشمع او اي لاصق عندنا. وكمان حطيت على حرف الايد الاسطوانة اللي احنا عملناها من فوق. وده كده شكل الفانوس بعد ما خلص، حقيقي تحفة جدا، من اكتر الفوانيس اللي عجبتني، وكمان بينور حقيقي جميل جدا وبسيط وما خدش معانا اي وقت. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة.